تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل عن القارة الآسيوية. ربما يكون المنتخبان العراقي واليمني الأسوأ حظا عندما رمتهما القرعة في مواجهة بعضهما في المباراة العربية الخالصة الوحيدة. النظام الجديد للتصفيات الآسيوية قضى بخوض أدوار تمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفا في القارة، التي جاء من ضمنها المنتخب الفلسطيني الذي سيلعب أمام أفغانستان في مباراة تاريخية. المتأهلون من الدور الأول سيلعبون أمام 15 من أقوى منتخبات القارة في المرحلة الثانية، والتي ستشهد مواجهة قطر في عهدها الجديد مع المدرب ميلوفان رايفيتش للمتأهل من مباراة فيتنام ومكاو، بينما ستلاقي السعودية منتخب هونغ كونغ، الإمارات أمام الهند، بينما تنتظر الكويت المتأهل من مباراة سريلانكا والفلبين. وكان طبيعيا بعد هذه القرعة أن تكون ردود الأفعال هادئة ومليئة بالرضا مع بعض الحذر الواجب في وقت باتت فيه كرة القدم لا تعرف المستحيل ولا تعترف بالأسماء. التصفيات الأولمبية لدورة لندن 2012 جاءت أكثر سخونة في مرحلة ما قبل المجموعات، وبات عدد من المنتخبات الكبيرة مهددا بالخروج المبكر في ظل مواجهة العراق لإيران والكويت لليابان والأردن لكوريا الجنوبية. أما قطر فكانت أكثر حظا في مواجهة الهند. عرب آسيا إذن سيبدأون العمل مباشرة استعدادا للحدثين الكبيرين، والتخطيط المبكر سيمنحها المزيد من الفرص لتمثيل القارة الصفراء في المحفلين العالميين.